مرحبا بكم متابعي قناة وردنا الآن الإخبارية. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر لنمدكم بمزيد من المعلومات الحصرية والخاصة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. مخطط خطير جدا في تونس كان يهدف لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية بعد مقايضتهم بأبناء أمنيين تختطفهم معلمة في رياض الأطفال. المخطط أحبطته وزارة الداخلية التونسية بإعلانها امرأة سبق أن قضت عقوبة بالسجن من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية. وحسم القضاء التونسي في القضية بالحكم بالسجن لمدة 22 سنة بحق معلمة الأطفال بتهمة التخطيط لاختطاف أبناء أمنيين كانوا بالروضة التي تعمل فيها والمقايضة بهم مقابل إطلاق سراح إرهابيين. وكشف ملف القضية أن المتهمة كانت تتواصل مع دواعش، وقد أخبرتهم بأنها تعمل في روضة أطفال وأن أمنيين يجلبون أبناءهم لتلك الروضة. كما قامت بتصوير 20 طفلا وطفلة من أبناء الأمنيين وهم يلعبون ويرسمون، وأرسلت الصور لدواعش وعرضت عليهم اختطافهم والمقايضة بهم لإطلاق سراح إرهابيين بارزين من أحد سجون العاصمة. وباستجواب المتهمة خلال جلسة المحاكمة أنكرت ما نسب إليها، موضحة أنها تمتلك هاتفا جوالا وحيدا لم يفتحه الأمن، فواجهتها القاضية بسوابقها العدلية في الإرهاب وبتواصلها مع صاحبة حساب يحمل اسم أم أنس والتي أرسلت لها صور لأبناء أمنيين. المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني كشف أيضا أنها كانت تخطط لتنفيذ عملية تفجير إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تحاول صنعه.